حالة كمان وغارمة مع مؤسسة فذكر. نشوف حالة إيمان ونرجع له. وما زالت رحلة العطاء ورحلة البذل، وما زالت رحلة البحث عن أهل العوز وأهل ضيق ذات اليد مستمرة مع مؤسسة فذكر. وجينا النهاردة يعني على وجه السرعة لمناشدة كريمة من الست اللي معانا دلوقتي حالا، وهنعرف ظروفها ايه وهنعرف حكايتها ايه. اسمك ايه يا ست؟ اسمي ايمان جابر عبد اللطيف. اهلا وسهلا يا ست ايمان، ازيك؟ الله يسلمك. سلام حضرتك. انت قلتي لي زوجك زوجي متوفي له 9 سنين. زوجك متوفي بقاله 9 سنين، ودول اولادك. اسمك ايه؟ اسمي مريم صلاح. عبد الله صلاح. عبد الله صلاح. عبد الرحمن صلاح. كنت قاعده في اوضه بالايجار وجبت قرض عشان خاطر تبني عشان اعرف ابني مكان واقعد استقر فيه واقعد فيه انا والعيال. القرض مدته قد ايه؟ مدته 7 سنين. 7 سنين، خلصت منهم سنه. تمام، لسه عليكي 6 سنين، وطبعا ما فيش دخل خالص. والله ولا اي حاجه، ولا زرع ولا قلع ولا في اي حاجه، ولا انا بشتغل ولا بعرف اجيب قرش من بره، وانا عيانه وربنا اللي يعلم بظروفي ما بقدرش اشتغل. طيب القرض كان بكام؟ 94. 94,000. سديت منهم سنه يا دوب. سديت منهم سنه ولسه باقي 6 سنين. قاعد 6 سنين وانا قاعده في اوضه بالايجار وعايزه مكان استقر فيه. يبقى أول حاجة عايزين نسد لها القرض، مبلغ كبير طبعا، 94,000 جنيه، سدت منهم سنة للمصداقية. تمام، وعايزين نوفر لها مكان آمن للسكن يقويها هي والأيتام دول، وعايزين نوفر لها حياة كريمة من خلال توفير مصدر دخل ليها، إذا كان كشك باترينا أيا ما كان مصدر دخل ليها، أو حد يتكفل بمصاريف الأسرة ديت. وطبعا هم في مراحل التعليم المختلفة، إعدادي وابتدائي. وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت